الرحمن الرحيم. تم عمل دعوة من نقابة محامين القليوبية بالاشتراك مع النقابة العامة لعمل مؤتمر مع ضد الفتنة الطائفية، وتم دعوة جميع زملاء المحامين بالخصوص والخنكة لحضور هذا المؤتمر ولعمل جلسة ودية للذهاب بعد هذا المؤتمر للكنيسة ولأهالي المتوفيين لرابط صدع ولم الشمل، ودي مبادرة جاءت من عن طريق نقابة المحامين وعن طريق رابطة محامين الخصوص، ولهذا تم عقد هذا المؤتمر وحضر فيه الأستاذ محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية، والأستاذ محمد أبو ليلى عضو مجلس النقابة، والأستاذ الدكتور إبراهيم الياس عضو مجلس النقابة، والحاج عبد الله عليه وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخنكة، وكذلك الأستاذ ياسر الصباغ أمين حزب الحرية والعدالة، والشيخ فريد شوقي والشيخ علي. وتم يعني هذا اللقاء، وان كانت حصل هناك بعض يعني من اختلاف وجهات النظر، ولكن في النهايه احنا كلنا كمحامين ايد واحده، وعشان كده رايحين نوصل رساله للزملاء هناك في الخصوص ان كل الخصوص والمحامين وغير محامين ايد واحده. طيب سؤال، ممكن تكرروا المؤتمر ده تاني؟ ان شاء الله هنحاول عقد هذا المؤتمر مره ثانيه في مكان اخر او في الخصوص ذات نفسها بالتنسيق مع الزملاء المحامين ان شاء الله بعد هذه الزياره ان شاء الله. راضي ومرتاح النهارده على المؤتمر؟ يعني في الاطار العام يعني الشكل العام كويس، ولكن يعني هناك بعض المناوشات من بعض الزملاء، ولكن يعني دي طبيعه المحامين، اصحاب كلمه وبيحب كل، وطبعا وجود القنوات الاذاعيه خلت بعض يعني الناس ان هي تثار من هذا الموضوع.